دخلت أصلي العصر في المسجد، خلصت الصلاة وقعدت في ركن أقرأ قرآن. لمحت طفل صغير حوالي 10 سنين داخل المسجد، عينيه بتلف شمال ويمين كأنه بيدور على حاجة. قرب مني وقال بصوت بيترعش: يا عمو الشيخ جه. قلت له: شيخ مين يا حبيبي؟ قال لي: الشيخ اللي بيحفظ العيال القرآن. ابتسمت علشان أطمنه وقلت له: لا لسه ما جاش، تعال اقعد جنبي. قعد وفتح مصحفه وبعد لحظة قال لي بخجل: يا عمو ممكن تقرا لي السورة دي مرة ولا مرتين علشان احفظ؟ بابا زهق مني، بيقول اني ما بركزش، والشيخ بيزعق لما اغلط، وانا مش بعرف اقرا كويس. الكلام وجعني، قربت منه وقلت له: تعالى يا حبيبي نقرا سوا. ابتديت اقرا وهو بيردد ورايا. بعد شويه قلت له يسمع لوحده، ما قدرش. افتكرت كلام شيخي زمان: اللي مش قادر يحفظ يفهم الاول وبعدها الحفظ يبقى سهل. ابتديت اشرح له معنى الايات، عينيه بدات تنور والابتسامه طلعت مكان الخوف. رددنا الصوره كذا مره وفي الاخر قالها لوحده. وقتها ناديته وقلت له: هيجي يوم ربنا يناديك ويقول لك اقرا، وانت هتقرا بصوتك والملائكه كلها تسمع. ما تزهقش ولا تيأس، انت بتتجهز من دلوقتي علشان تبقى امام بالناس وتترفع بالقران في الدنيا والاخره. مرت سنين وفي يوم دخلت اصلي المغرب في مسجد تاني، لقيت شاب صوته زي الكروان وملامحه مألوفة بس مش قادر افتكر شفته فين. بعد الصلاة جه ناحيتي، قعد قدامي وباس راسي وقال لي: يا عمي انا هشهد لك يوم القيامة انك السبب بعد ربنا في اللي انا فيه. ساعتها افتكرته هو نفس الطفل بس دلوقتي بقى شاب ووشه منور زي القمر. حضني وقال: انا ختمت القرآن وخدت الإجازة وبقيت المعلم اللي بيحفظ العيال. شكرا انك نورت لي طريقي وشجعتني. وبس راسي ومشي ناحية الأطفال علشان يبدأ معاهم، وأنا قاعد فرحان إني شفت ثمرة كلمة طيبة زرعت أمل.